السلام عليكم. واش عمرك حسيتي أن شي حاجة كتوقع في حياتك كتجيك بحال رسالة؟ شي موقف غريب مريتي منه، إحساس مفاجئ، شي شخص كيبان في حياتك، شي كلمة سمعتيها في التوقيت المناسب ولكن أنت ما فهمتيهاش؟ بقى معنا، اليوم غادي نهضروا على كيفاش كيجيك كلام من الله وأنت ما واعيش به، وكيفاش ترجع حياتك واضحة بلا ضباب وبلا هروب. العلم كيقول بلي الدماغ كيعطيك إشارات قبل ما توقع أي كارثة صغيرة في الحياة، تعب بلا سبب، توتر أو العلاقات كتعيا، ولكن ملي كنهربوا أو كنكونوا منغمسين في الدنيا كنطفيو هاد الإشارات. والله كيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني الرسائل كاينة في العالم اللي داير بيك وفي نفسك، غير خاصك توقف دير بوز لحياتك وتسمع. دابا شنو هي الرسائل اللي الله كيبعث ليك؟ الرسائل ماشي غير الأحلام، ماشي الصدف، وماشي الصوت اللي غادي يجيك من السما. الرسائل تقدر تكون علاقة كتسالي، صحة كتنقص، رزق كيتسد، موقف كيتعاود، يقدر يكون إحساس بالاختناق، أولا مشكل كيوقع ليك في الخدمة أولا مع ولادك أولا في عائلتك. هادشي كامل ماشي فوضى، هذه رحمة وجرس ديال الإنذار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ماشي باش يعاقبك ولكن باش يرجعك للطريق. علاش ما كنفهموش هاد الرسائل؟ حيت غالبا حنا ما باغينش نسمعو. العلم كيشرح أن الدماغ كيهرب من أي ألم وكيلجأ للحاجات اللي كتخدر الوعي، بحال الهاتف، السوشيال ميديا، النوم، الروتين، وكيولي الإنسان عايش بلا ما يكون حاضر. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. القلب هنا هو الوعي تاعك، هو الانتباه تاعك، هو الجزء اللي خاصو يفهم الرسائل، ولكن ملي كتكون غافل القلب كيعمى. الشرط الإلهي هو خاصك أنك أنت تبدأ. الله ما كيبدلش حياتك وانت جالس، والله ما غيبدلش لك حياتك وانت غير كتشكي. الهداية كتبدا بخطوة، القرار منك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني جاهدوا يعني هي داروا الفعل، تبدلوا، تخلاو على شي عادة أو عادات ما صالحاش، داروا خطوة ولو صغيرة، ومن تما غتبدا الطريق كتفتح. الهداية ماشي ضوء كيطيح عليك، الهداية هي قرار زائد فعل، والله كيكمل الباقي. كيفاش تفهم الرسائل وتسمع الكلام ديال الله؟ باش تفهم أول حاجة خاصك تخلص النية لله، خاصك ترجع حاضر وترجع راضي وصادق مع راسك. من بعد جرب هاد الرباعية: طفي التليفون تاعك 10 دقائق في النهار، غير 10 دقائق. هاد الشي علميا كنرجع التركيز للمكان ديالو الطبيعي في الدماغ. غادي تستغفر 100 مرة ولكن بحضور القلب. الاستغفار كيصفي القلب والرسائل كتولي واضحة بزاف. ومن بعد غادي تقول الدعاء تاع سيدنا موسى: ربي أرني أنظر إليك. معناه يا ربي وريني الطريق، وريني الحق. دير خطوة واحدة اليوم، ماشي غدا، اليوم. بدل العادة، سد باب ما صالحش، حل باب جديد. أي خطوة صغيرة ولكن لله مع الوقت غتبدا تشوف بوضوح وغادي تفهم الرسائل اللي كانت كدور من قدامك وانت ما قادرش تفهمها. يمكن ماشي الصدف اللي جابتك تشوف هذا الفيديو دابا، يمكن هذه رسالة حتى هي. لو كنت كتقلب الله غالبا كيجاوبك، ولكن كيتسنى منك غير خطوة واحدة، خطوة، وغادي تلقى الطريق كتفتح قدامك. سلام.